السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي ومتابعيني أحلى أخوات في الدنيا. وحشتوني من هنا للسنة الجاية، وحشتوني كتير 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 قوي قد الدنيا في حال. النهاردة بقى جيت لكم بوصفات العيد زي ما طلبتها مني. معايا النهاردة البسكوت القمر ده اللي طبعا كل اللي جربه معايا عارف الشكل عامل ازاي والطعم والريحة والخفية. النهاردة بقى شوية تكات بسيطة كده غيرتها فيها طبعا للأحسن، فهنشوفوها مع بعض. انا معايا 320 جرام سمنه، وعملت النهارده مقدار الكيلو عشان كل اللي طلب مني مقدار الكيلو. السمنه دي كانت في التلاجة بس مطلعاها بقالي ساعه، زي ما احنا شايفين درجه الطراوه بتاعتها لا هي يعني طريه ولا هي سمنه مجمده، عشان لو مجمده بتطلع النتيجه معايا مش كويس. خلاص زي ما احنا شايفين يا دوبك كده انا لفيتها لفه ولونها غير كده ونعمت. هبدا انزل عليها ب 320 جرام سكر، وضروري السكر زي ما احنا متعودين مع بعض ان احنا بنديله طحنه بسيطه في البيت ونخله كده عشان نتاكد ان الحاجه بتاعتنا هتطلع خفيفه وزي الفل. ابدا بقى اشغل عليه العجان او بالمضرب الكهربائي خالص هتشتغلي بيه. احنا بنشتغل بالحاجه المتوفره عندنا، سواء بده او ده النتيجه معانا بتطلع واحده ان شاء الله. ابدا اضرب فيه بقى واسيبه لحد ما يبيض كده ويهيش، وطبعا دي كل الخطوات بتاعتنا ان احنا بنشتغل بيها عشان نطلع اخف واحلى بسكوت. ماشي بقى بنفس الخطوات كده وجربي ورايا. جربي الوصفة، مش مهم ان انت تقولي لي اي لايك او تشتركي، او مش طالبة منك اي حاجة غير انك تجربي الوصفة الاول وشوفي قد ايه الوصفة بسيطة وهتبهرك. وبجد مش مكلفة، يعني بجد مش مكلفة للدرجة الرهيبة، يعني الناس بتخاف تقول اعمل بسكوت مكلف وبتاع. صدقيني لا، الموضوع مش مكلف. احنا كنا عاملين السنة اللي فاتت البسكوت بتاعنا بثلاث بيضات وجميل وتحفة، بس انا السنة دي بصراحة اشتغلت جربت 4 بيضات. قللت السمنة شوية، طبعا كنا شغالين ب 340 جرام سمنة، لا السنة دي اشتغلت ب 320 جرام سمنة و4 بيضات ومعلقة صغيرة فانيليا خام مش سايلة طبعا. خلاص يبقى 320 جرام سمنة، 320 جرام سكر، مقادير سهلة جدا جدا جدا. 4 بيضات، معلقة فانيليا صغيرة، بس كده. واول ما بيضوا زي ما احنا شايفين كده وهاش وما شاء الله عليهم، ابدا انزل معايا ده كيلو دقيق. كيلو دقيق انا نخلاه كويس قوي، وطبعا دقيق معتمد للكحك والبسكوت، وحط عليه نص معلقه صغيره ملح، وحط عليه 14 جرام بيكنج باودر، يعني باكو باودر كامل، ما عدا ايه قولي كده ايه نص معلقه صغيره. الباكو باودر الاخضر مش الاحمر، الاخضر. خلاص وبدأت بقى ان انا اقلبه كويس بالملح والبيكنج باودر، ولفيت العجينة على ابطأ درجة. طبعا لو شغالة بالمضرب الكهربائي ما تعمليش بالمضرب، اعملي بايدك، لكن انا عشان عندي العجان فشغلته على ابطأ درجة زي ايديا بالظبط، ولفيت الدقيق. شفتي بقى انا ضفت اللبن امتى؟ بعد ما ضفت الدقيق، وتحول العجينة بتاعتي لكتلة واحدة، مش فتافيت زي الرملة، لا بقت كتلة واحدة. بدأت انزل باللبن بتاعي، اللبن بتاعي 80 ملي لبن، عليهم 5 جرام نشادر. وبدأت يا دوبك ألف العجينة عشان ما تضربش معايا عرق، أنا يا دوبك كده لفتها زي ما احنا شايفين. أنا بقى أوريكم، ودي مكنة البسكوت العادية خالص بتاعتنا. شايفين العجينة المس عامل ازاي؟ وما شاء الله ما شاء الله، شايفين بتطلع عاملة ازاي؟ أنا هوريكم يعني وشين لمكنة البسكوت. الوش اللي هو القمع ده اللي أنا بشتغل بيه، ده وش بيجي عادي من عند، هو جروب بنوتة انا جايبه منها، عندنا جروب بتبيع مستلزمات حلويات. بصراحه عجبني قوي، قمع كده وفي الموز بتاعه من قدام، سواء نجمه بتشتري بقى انت كل حاجه لوحدها. يعني بيغنيكي عن الموز بقى وكده. هو بتحطيه كده في المكنه وتربطيه وبتشتغلي. شايفين بتطلع البسكوته حلوه وعجباني بصراحه، ونقشتها حلوه قوي مشرشره كده وجميله. وفي بقى انا هوريكم اعمل صاج بده، واعمل الصاج التاني باللي هو الموس العادي خالص بتاع المكنه، عشان اوريكم ايه اللي حابب يشتغل بده. لو بتحبي الحاجه تكون نقشتها باينه بزياده، ولو حابه تشتغلي باللي هو الموس العادي هتشتغلي بيه. معاكي بقى ايه كافه الاختيارات بتاعتك. شايفين ملمس العجينه بتاعتنا؟ وضروري يا جماعه قبل ما نبدا تقطيع في البسكوت نركن البسكوت بتاعنا، او ده انا بوريكم الشكل اللي انا اشتغلت بيه اهو عشان الناس بتحب تشوف الحاجه. وبعد كده انا حطيت الموس العادي خالص بتاعت المكنه اعمل بيه الصاج التاني. قبل ما نشتغل في عجينة البسكوت وبعد ما عجنته، ضروري ان انت تركيني عجينة البسكوت على جنب حوالي تلت ساعة كده. مهم قوي قوي الخطوة دي. انت بتشغلي النشادر اللي احنا حطيناها زي ما بتشغلي الخميرة في العجين بالظبط.
شايفين البسكوته طالعه تخينه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. والكبسه دي مهمه قوي في المكنه. بصي ماشي بكل الملاحظات بتاعتي الصغيره. طبعا يا جماعه انا يعني اللهم لك الحمد انا خبره في البسكوت، لان اللي بعمل بكميات. انا طبعا في العيد مخرجه حوالي 150 كيلو بسكوت، فخلاص يعني الواحد ايده خدت، وعرفت الاخطاء اللي قابلتني، وعرفت ملمس العجينه، شكل العجينه من كتر ما عملت. فاقدر ان انا افيدكم في الموضوع، اقدر ان انا اقول لك ايه شكل العجينه الصح وايه الملمس الصح. برضو اللي بيعمل الحاجه بكميه بيقابله حاجات ومشاكل بيقدر يفيد بها غيره. وانا كل همي والله اللي انا افيد كل واحده عشان تطلع شغل بما يرضي الله، يشرفها ويرفع راسها. زي ما حصل السنه دي، البنات على الواتس بعتولي كميه بصراحه تطبيقات لشغلهم اللي باعوه السنه دي، اللي عاملين شغل بيتي. انا فخوره والله العظيم، كانت فرحتي بالدنيا. وطبعا اللي عطلني عنكم صدقوني غصب عني، كان عندي شغل وضغط جامد قوي، ما كنتش عارفه اصور اي فيديوهات منه. شايفين الكيلو دقيق طلع معايا صاجين. شايفين بقى العجينه اللي فضلت اللي الكل بيسأل عنها بتتهدر معانا شيف نجوى في الاخر ومش بنعرف نعملوا بها ايه. العجينه الاخيره دي بقى بصوا انا بحطها في القمع اللي بوريته لكم ده وبقطعها. شايفين شكلها مختلف عن التانية، بس في نفس الوقت بتنقذني. عملت بيها كام بسكوته؟ حوالي 7 بسكوتات او 8 بسكوتات. كان في الاخر دول بيتهدروا معايا في المكنه اللي بتبقى في قلب المكنه، وبيتهدروا معايا. لا انا كده استفدت بيهم خلاص في القمع ده، وببدا اضغط لما تطلع معايا بسكوتايه، فهو ينفع معايا في الميزان. وده برضو سوى الفرن بتاعي، انا حبيت اوريه لكم. انا دخلته الفرن، انا مش ده طبعا مش بدرجه حراره، ده بالشعله. انا هوريها لكم قد ايه اللي عنده غاز يقدر يشتغل بنفس اللي انا هوريه له ده كده اهو. شايفين هو ده الدرجه اللي انت هتشتغل عليها لو انت عندك فرن غاز زي ما احنا شايفين. لكن لو فرن عادي كهربائي يعني اللي هو كريازي او الحاجات دي، هتشتغل على درجه حراره 180. هيقعد في الفرن بقى نص ساعة. شايفين هو كده لسه ما كملش سوا. بصي ايه رأيك؟ شايفة اللون والجمال؟ شايفة؟ فظيع فظيع يا جماعة. والله مهما احكي لكم في جمال البسكوت ده مش هوفيه حقه خالص. وبيبوش في اللبن وفي الشاي، واتحدى اي حد يقول لي ما بيبوش. خفيف خفية وباين قوي، يعني باين قوي على القعر وعلى قطعة البسكوتة معايا. والله يا جماعة البسكوت هيبهركم حرفيا. انا عايزاكي بس تمشي على كل الخطوات، وضروري تركين العجينه ضروري تلت ساعه بعد ايه رايك؟ بصي البسكوته انا بقطعها خفيفه جدا جدا. بصي والريحه بقى رهيبه، الطعم رهيب. جربي الوصفه بتاعتي وصدقيني هتعجبك قوي وهتنبهري بيه. وان شاء الله استنوني في فيديوهات كتير قوي 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 للبسكوت، ابهركم وشويه طرق بسكوت بقى تعجبكم قوي. لو عجبك الفيديو بتاع النهارده بقى لايك حلو وشير لنوجة، وما تنسينيش في الاشتراك والدعم للقناة عشان نرجع نقف على رجلنا تاني. كان معاكم نجوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.